عندها خبرة وتقيلة وعارفة ازاي تمثل، وعارفة ازاي تخلينا نحبها ونتفرج على المسلسل عشانها، وعارفة ازاي تبقى متمكنة من الدور وتقنعنا. يمكن هي الوحيدة اللي بتقنعني ان محمد رمضان بيحبها. يعني هي مساعدة محمد رمضان ان توصل لنا الاحساس بتاع العشرة والحب والزوجة الاولى، والزوجة اللي هي ممكن تبقى باقية مهما عملت مشاكل، مهما سوت، ومهما كانت مش الرول موديل للزوجة الحلوة أو النخشة أو كده، ولكن الروح الطيبة أو الروح الحلوة هي قدرت توصل لنا ده. وده أنا عايزة أقوله عن حاجة، بس يا رب ما تفهمش غلط، إن الفنانة مي كساب أثبتت حاجة مهمة جدا كمان، إن مش بالشكل الدلات اللي بلبسها، مش بالفاشن اللي بسافر اجيبه عشان الف الناس حوالين المسلسل بتاعي غصب عنهم، مش بالعربيات، مش بحاجه، ولكن بالروح الحلوه، بالشطاره، بالخبره، بالموهبه. قدرت تخلينا ان احنا نقتنع ان محمد رمضان ممكن يكون بيحبها اكتر واحده، مع انها ممكن تكون اقل جمالا فيهم، ولكن جمال الروح هو دايما اللي بيكسب. وحتى هي كممثله جمال روحها كسب في سباق في أكترية الممثلات شكلا وموضوعا ولبسا وشياكة ممكن يكونوا أعلى، ولكن هي بخفة دمها وبروحها وبشطارتها وبموهبتها قدرت تسبق وتعلم مع الناس، ورمضان كله الناس بتتكلم على دور مي كساب.